رحيل جوزيه جوميز عن تدريب نادي الزمالك، طبعا خبر صدمة في الوسط الرياضي الزملكاوي طبعا، وصدمة لكل جماهير نادي الزمالك. الراجل مشي الراجل مشي بسبب دلع واستهتار مجلس إدارة نادي الزمالك. المفروض بعد السوبر الأفريقي المفروض لازم تجدد له عقده، لازم تشوف هو ايه احتياجاته وتلبيها له. ده ألف به كورة يعني. مدير فني أثبت كفاءته، مدير فني باين يعني أظهر كرامات زي ما بيقولوا. بتجدد عقده، بتجيب له لعيبته، وبعد كده بتحاسبه. لكن مجلس اداره نادي الزمالك كالعاده بيتدلع، كالعاده ما عملش حاجه، كالعاده شويه تصريحات بس. مفيش فعل. اكبر قلعه رياضيه في مصر واكبر مش عارف ايه والكلام ده كله، وعارفين الفعل مفيش. فين تجديد عقد اللعيبه؟ مفيش، مش عارفين. وطبعا انا عارف ان هم مديونين والكلام ده كله، والنادي بيطلع من مصيبه يدخل في مشكله اكبر، بس مجلس الاداره قبل ما يدخل وعدنا وقال لنا ان هو عارف مشاكل نادي الزمالك وان هو معاه الحلول. فين الحلول؟ مش عارفين برضو.